أبطال أولى ابتدائي، يلا نذاكر إنجليزي مع مستر بودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف الأول الابتدائي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من دروس الإنجليش مع مستر عبد الرحمن. النهاردة هناخد الدرس الثالث في الوحدة الأولى، وهو بعنوان يعني meals يعني وجبات. day أخدناها في الدرس الأول معناها يوم، وقلنا إن week يعني أيام الأسبوع 7 أيام. مين شاطر يقولهم لي كده بسرعة؟ Saturday، Sunday، Monday، Tuesday، Wednesday، Thursday، Friday. طيب قبل ما نقرأ الكلمات ونشوف كده، تعالوا نقرأ الأول النص اللي عندنا. النص بيقول إيه؟ بيقول أول حاجة عندي المس بتقول إيه؟ بتقول أول حاجة نلاحظها في المحادثة هنا إن هو جايب لي بعد جود مورنينج جاب العلامة دي. العلامة دي اسمها، يبقى أنا لو هجيب بعدهم كوما. صباح الخير يا طلاب، كلاس يعني طلاب الفصل، وجابت بعدها اكسارك او علامة تعجب، وبعدين سألتهم سؤال عشان تمهد للمي الوجبات اللي في اليوم. قالت لهم ايه؟ اول حاجة دي اسمها فر، ما اقولش فور يعني 4. تاني حاجة دي اسمها، ما اقولش بريكفاست، اسمها ايه؟ بريكفاست. برافو عليك. وقلنا قبل كده ان ويك او ايام الاسبوع تاخد حرف الجر، يبقى وات يعني ايه؟ وات يعني ما او ماذا. هاف معناها ايت، معناها ايه؟ ايت يعني ياكل. بتتناولوا ايه على الفطار يوم الجمعه؟ بتفطروا ايه يوم الجمعه؟ فالولد الشطور ده رد عليه قال لها ايت. خد بالك ان هو ما قالش اي هاف، يبقى ممكن يقول اي هاف برضه. اوعى تقول اند، ادي سايلنت. اي اينك درينك حاجه تانية تبع الحاجه بتاعتنا. اوكي، اي درينك بشرب اللبن كل يوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف الأول الابتدائي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من دروس الإنجليش مع مستر عبد الرحمن. النهاردة هناخد الدرس الثالث في الوحدة الأولى، وهو بعنوان يعني meals يعني وجبات. day أخدناها في الدرس الأول معناها يوم، وقلنا إن week يعني أيام الأسبوع 7 أيام. مين شاطر يقولهم لي كده بسرعة؟ Saturday، Sunday، Monday، Tuesday، Wednesday، Thursday، Friday. طيب قبل ما نقرأ الكلمات ونشوف كده، تعالوا نقرأ الأول النص اللي عندنا. النص بيقول إيه؟ بيقول أول حاجة عندي المس بتقول إيه؟ بتقول أول حاجة نلاحظها في المحادثة هنا إن هو جايب لي بعد جود مورنينج جاب العلامة دي. العلامة دي اسمها، يبقى أنا لو هجيب بعدهم كوما. صباح الخير يا طلاب، كلاس يعني طلاب الفصل، وجابت بعدها اكسارك او علامة تعجب، وبعدين سألتهم سؤال عشان تمهد للمي الوجبات اللي في اليوم. قالت لهم ايه؟ اول حاجة دي اسمها فر، ما اقولش فور يعني 4. تاني حاجة دي اسمها، ما اقولش بريكفاست، اسمها ايه؟ بريكفاست. برافو عليك. وقلنا قبل كده ان ويك او ايام الاسبوع تاخد حرف الجر، يبقى وات يعني ايه؟ وات يعني ما او ماذا. هاف معناها ايت، معناها ايه؟ ايت يعني ياكل. بتتناولوا ايه على الفطار يوم الجمعه؟ بتفطروا ايه يوم الجمعه؟ فالولد الشطور ده رد عليه قال لها ايت. خد بالك ان هو ما قالش اي هاف، يبقى ممكن يقول اي هاف برضه. اوعى تقول اند، ادي سايلنت. اي اينك درينك حاجه تانية تبع الحاجه بتاعتنا. اوكي، اي درينك بشرب اللبن كل يوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من دروس إنجليزي مع مستر عبد الرحمن. النهاردة يا أولاد إحنا في الدرس الرابع من الوحدة الأولى للصف الأول الابتدائي. جاهزين يا أبطال؟ جاهزين يا مستر؟ درس النهاردة اسمه فونكس. أنا بحب الدرس ده قوي. ليه بقى يا مستر بتحبه؟ عشان الفونكس يعني بتعلمنا القراية، بتعلمنا إزاي ننطق الحروف. عندنا هنا هناخد الفرق بين حرفين يا أولاد، حرف الفي وحرف الزي أو الزد. الفي غير الاف، خد بالك الاف بنطقها ف، اما الفي بنطقها ف. خلي اسنانك تلمس شفايفك اللي تحت، ف عشان تطلعها مظبوطه. اوكي، فدي ما اسمهاش فايلن، اسمها فايلن. قالت كمان ما اسمهاش فيش تيبل، اسمها فيجيتابلز. طبعا الاي سايلنت، فيجيتابلز. دي اسمها ايه بقى؟ فيز. طبعا نوت البريتش بيقولها فاز، الاثنين صح، فاز او فيز.
طيب فان، اخد بالي ان انا لو قلتها فان بقت معناها مروحه، اتلخبطت خالص، يبقى انا لازم اقولها ف. نيجي لحرف الزد. الزد بقولها ازاي من غير ما اطلع لساني. فحمار وحشي اسمه زبرا. طب سوسته زيبر، زيبر. طيب الشكل اللي هو طالع ونازل ده اسمه زجزاج، شكل متحرك. طيب الصفر، اوعى تقول دي 5، دي صفر بالانجلش، اسمها زيرو، زيرو. طيب الحيوانات الجميله دي بتبقى موجوده فين؟ برافو عليك، زو، زو. قول ورايا بقى كده. اول حاجه عندي violin، vegetables، vase، vest، van، اوكي، زبرا، زيبر، زجزاج، زيرو، زو. وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس الرابع، وهندخل دلوقتي على شرح التدريبات، حل التدريبات على الدرس الرابع لأن الدرس قصير. طيب نيجي كده ل صفحة 29. أول سؤال عندي بيقول لي بيقول لي listen. بيقول لي إيه يا أولاد؟ listen and write. يعني إيه listen؟ يعني هتسمع، يعني ما تحلش لوحدك. المستر او المس هتدخل عليك في الامتحان هتقول الكلمه على بعضها وانت تشوف الحرف الناقص. الكلمه الاولى دي انا هقول فان. اكتب يلا كده في الكتاب عندك. برافو، حرف الفي. فايلن، فايلن، برافو، حرف الفي. زبرا، زبرا، برافو، حرف الزد. زو، زو، برافو، حرف الزد. اوكي. طيب هنا عندي ده حرف ايه ده؟ برافو، 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 زيرو. اول حرف ايه بقى؟ زي. لازم اكون عارف اول حرف. زيرو، زيرو. ده اسمه ايه؟ فيست. اهو اول حرف في يا مستر، فيست. اول حرف هنا يا اولاد ذا. اوكي. طيب يعني انظر وضع دائره. اول حاجه عندي دي صوره سوسته. سوسته يا ترى زيبر ولا زبرا؟ برافو، زيبر. طيب دي صورة ايه؟ انا شايفك اللي بتقول فواكه. دي مش فواكه يا حبيب، دي طماطم وبتنجان. دي خضروات. خضروات يعني ايه بقى؟ فروتس ولا فيجيتابلز؟ ايوه فيجيتابلز. طيب الشكل المتعرج ده يا ترى اقول عليه زجزاج ولا اقول عليه زو؟ زجزاج، برافو. طيب هنا بيقول لي لوك، يعني بص على الصوره، اعمل دايره على الحرف الصح واكتبه. يبقى بعمل 3 حاجات: ببص على الصوره، بعمل دايره على الحرف اللي بتبدا بيه الكلمه، وبعدين اكتب الحرف. طب دي صوره ايه؟ حديقه الحيوان. حديقه الحيوان يعني ايه يا اولاد؟ زو. حديقه الحيوان يعني ايه؟ زو. اهو برافو عليك، زو. يبقى تبدا حرف الزي واكتبها يا مستر. طيب دي صوره ايه؟ كمانجا. كمانجا يعني ايه؟ فايلن. اوعى تقول اف، فا، يبقى حرف الفي، فايلن. اوكي. دي صورة ايه؟ فان يا مستر. فان بتبدأ بايه في دول؟ ايوه برافو عليك، في. طب اسألك الحرف ده اسمه ايه؟ جي. طب ده اسمه ايه؟ برافو، كي. يبقى في. اوكي ندخل بقى على الصفحة اللي بعدها. طيب هنا بيقول لي لوك، انظر للصور، اقرا كومبليت واختار من هنا. لكن انا عايز اقول لكم قبل ما اعمل الحاجات دي لازم اترجم الكلمات دي وارجعها مع نفسي. زيبر، زيبر، زيبر يعني ايه؟ يعني حمار وحشي. فايلن، فايلن يعني ايه؟ كمانجا. سوري، زيبر يعني سوسته، انا اسف. زبرا، زبرا يعني حمار وحشي. طيب بيقول لي هنا my favorite animal is the. my favorite animal دي صورة ايه يا اولاد؟ الزبرا. خد بالك مش لازم اكون عارف اترجم قوي كل الجمله، لكن انا هترجمها لك عشان انت حبيبي. يعني حيواني المفضل هو الايه؟ الزبرا. انا بصراحه هو حيواني الباندا، بحبها قوي. طيب نمبر 2. هنا دي صوره ايه؟ سوسته يا مستر. اوعى تقول لي اكس، لا دي صوره السوسته. اتس ايه بقى؟ احنا خدنا دي نشطب عليها. اتس زيبر ولا فايلن؟ ايوه برافو عليك، زيبر. زيبر يعني سوسته. طيب هنا بيقول لي look read and write true or false. هقرا يا اولاد وابص على الصوره. دي صوره ايه؟ كمانجا. طب نشوف كده، لو الكلام نفس الصوره اعمل صح. It is a violin. violin يا مستر كمانجا، يبقى صح. يعني انا اذهب الى the zoo. I go to the zoo. اذهب الى حديقه الحيوان. دي مش صوره حديقه الحيوان خالص، دي الزجزاج، يبقى دي false. طيب هنا بيقول لي اوكي. هنا زو. فين الزو هنا؟ اهي برافو عليك. طيب نمبر 2. زيرو. فين الزيرو هنا؟ برافو عليك. vegetables. يا ترى دي ولا دي؟
ها فيجيتابلز يعني خضروات يا مستر، يعني حاجات خضراء بناكلها في السلطه، هي دي يا مستر. اوعى تتلخبط بين الفروتس الفواكه والايه ها نمبر. فين الفيست هنا؟ اكسلنت، ده الفيست يا مستر اهو. بيقول لي كوبي يعني انسخ الخط، اكتب بخط حلو. طبعا قلنا بكتب الحرف الكابيتال فوق السطرين اهو، والحرف السمول بين السطرين كده، والاي بين السطرين، والاس بين السطرين عشان الخط يطلع حلو. الام بين السطرين، اما الواي بتنزل تحت شويه. فيست طبعا الفيست كلها بين السطرين، الفيس والتي، وما ننساش النقط. خد بالك ما تنساش المسافه، طبعا مش بنكتبها، بس انا بعرفك ان انا سايب مسافه بين كل كلمه وكلمه عشان الجمله تطلع صح. لو وصلت لحد هنا يبقى اكيد استفدت بالفيديو، واتمنى ان شاء الله تنجح كده وتقفل في الامتحان. ما تنساش تعمل لايك وشير وتدعمنا بسبسكرايب. باي باي.